عشان تصدقوني لما اقول لكم ما يجيبها الا ستاتها. اكيد حال الاهلاويه من بعد السوبر الافريقي ما يسرش عدو ولا حبيب. طبعا معاك على الحلوه والمره والحياه مكسب وخساره، بس خلينا متفقين ان الفريق بتاعنا تقريبا ما خدش الباص ومركبش طياره وما راحش الماتش. فاحنا مش هنتكلم قوي على كاس السوبر، بس خلينا نشوف ازاي السيدات أدركوا حساسية الديربي، أول ديربي بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز للكرة النسائية في نسخته 21. فهكذا احتفلوا على أنغام حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان، وروقوا على الزمالك وهم خارجين كمان وادوهم واحدة سطلانة. يلا كباتن يلا كباتن يلا بصراحة بداية موفقة للدوري، والنسخة دي هيشارك فيها 18 فريق من بعد انسحاب مركز شباب الأميرية. والدوري ده هيكون من مجموعة واحدة، يتأهل أول 10 فرق للمنافسة على اللقب، ويتنافس آخر 8 فرق للهروب من الهبوط، وهيهبط منهم فريقين لدوري الدرجة الثانية. وبيعد نادي وادي دجلة أكثر نادي حظاً للألقاب في الكرة النسائية برصيد 13 لقب، وبينافسوا في ال3 سنوات الأخيرة نادي توت عنخ آمون، وهما الاتنين أكثر أندية إنفاقاً على الكرة النسائية. يعني رسالة موجهة للأندية الشعبية إن هي تفك الكيس شوية وتصرف على الكرة النسائية، لأن أكيد حلو إن احنا نفوز ويبقى لنا مشاركة على جميع المحافل. ودينا شايفين الكرة المغربية والكرة الأفريقية النسائية ومشاركتهم المشرفة في كأس العالم اللي فات. طبعا مشاركة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز للكرة النسائية ما جاتش لله وللوطن، ده بقرار من الفيفا عشان يحصلوا على رخصة الأندية الاحترافية ويقدروا يشاركوا في دوري الأبطال والكونفدرالية، فلجأوا إلى تأسيس فريق أول للنساء بالنادي. بس سواء إجباري أو اختياري إحنا يا عم موافقين. أما بالنسبة للإدارة الفنية فالزمالك عين المدرب عادل حسين المدير الفني السابق للمقاولون العرب لإدارة فريق السيدات، بينما الأهلي تعاقد مع المدرب الفرنسي ديمتري ليبوف واللي سبق ليه تدريب منتخب المغرب للناشئات والشابات. وبالتأكيد الناديين دعموا صفوفهم بالصفقات خلال الميركاتو الصيفي، وأبرز الصفقات دي ضم نادي الزمالك ل6 لاعبات من صفوف نادي توت عنخ آمون بطل الدوري والكاس في النسخة اللي فاتت، وعلى رأس الصفقات دي اللاعبة آية إبراهيم. أما الأهلي فهو كمان دعم صفوفه بلاعبات محليات وأجنبيات، ومن أبرزهم اللاعبة ندى خالد ونورة خالد لاعبتي بيراميدز السابقتين. المباراة كانت يوم الجمعة والزمالك استضاف الأهلي في 100 عقبة على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة. طبعا كان واضح ان الاستاد في حالة تصليحات او صيانة، وده كان واضح من الرملة اللي كانت على ارجاء الملعب، وكل شوية البنات بيجيبوا الكورة من على الرملة ولا اجدعها كورة شاطئية. فاكيد يمكن وضع الملعب ما كانش احسن حاجة، وما كنتش يعني مش عارفة لو كان في alternative الصراحة او بديل لملعب يلعبوا عليه تاني غير الملعب ده، ولا هم عشان بنات يعني بتلعبوهم في اي حتة. بس يعني اكيد موضوع الاستادات والملاعب ده الناس اتكلمت فيه كتير قوي على مستوى حتى الكرة الرجالية. بصراحة الواحد لما بيشوف الملاعب دي بيحس انه امتى هيكون عندنا ملاعب نفخر، يعني ان احنا نوريها للعالم، او حتى يعني اقل حاجة ان اللاعبين او اللاعبات يكونوا بيلعبوا عليها بارتياحية وبدون خوف من خطر الاصابات اللي بتسببها الملاعب دي. فيعني طبعا الارضية برضو ما كانتش احسن حاجة، بس خلاص هو ده المتاح اتليست. شفنا ديربي حلو قوي للاهلي والزمالك لاول مرة في التاريخ. انا اتفرجت على الشوط الثاني فقط،
بس بصراحة وجدت إن مستوى اللعب كويس جدا ويستحق المشاهدة، يعني زيه زي أندية في الدوري الممتاز للرجال عادي جدا يعني. يمكن في ماتشات كتير كنت بتفرج عليها بقلب، بس لا يعني في لعب وفي فنيات. بالنسبة لدي أول أصلا مباراة بين الأهلي والزمالك، وأول مباراة أصلا حتى للفريقين في الدوري الممتاز عموما، فدي حاجة كويسة جدا. وصراحة في عناصر مميزة في الفريقين في كل المراكز، في أكتر من لاعيبة متميزة في الأهلي والزمالك. فمثلا شفنا تشاريتي روبن صاحبة هدفين بتوع الأهلي، شفناها زي جابت الهدف بالهد، والهدف التاني برضه كان أكتر من رائع. وبرضه حتى اللاعبة سيباستيان أكوي اللي جابت هدف الزمالك كان هدف مميز جدا. في دفاع الأهلي برضه في اللاعبة المميزة جدا ألكسندرا، ودي مدافعة منتخب صربيا، والمعلق طول الماتش بيقارنها بمحمد عبد المنعم. دي محمد عبد المنعم السيدات. طب عادي، ما هي ممكن تكون شاطرة يعني، مش لازم تبقى محمد عبد المنعم، بس هو كان يعني كان قصده ان هي بتعرف تطلع بالكورة كويس و وديفندر مميزة يعني، وده حقيقي يعني. انا بتنبأ لها بصراحة ان هي تعمل موسم كويس قوي. فبالتوفيق بصراحة لجميع اللاعبات يعني. وشفنا طبعا كل ما لاعبات الاهلي بيسجلوا هدف بيروحوا يحتفلوا الاحتفال بتاع عمر كمال ورامي ربيعة في السوبر الافريقي. يا جماعة احنا مش عايزين نخلد الاحتفال ده خالص، ده بالظبط زي السلام بتاع عبد الناصر من القطر ده، فاكرينه؟ ده علامة على الفشل، فيا ريت لا يخلد ذكراه. فاحتفلوا اي احتفال تاني. حلوه المؤازره، حلوه الحماس، بس احنا اصلا كمشجعين للاهلي احنا عايزين ننسى السوبر ده بكل ذكرياته يعني، مش عايزين الموضوع يتفتح تاني يعني. بوجه عام دي تعتبر بدايه مبشره للكره النسائيه في مصر. بس في رايكم ايه اللي ممكن يزود شعبيه اللعبه دي في مصر وتتشاف على نطاق اوسع؟